السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وصفة النهاردة خفيفة ولذيذة بطعم وشكل حاجة بقى كده فاخر من الاخر، حاجة بقى كده تنفع لسهرة الخميس سواء بقى عازمة اصحابك او قرايبك، فصدقيني هيكونوا مبسوطين بيها جدا جدا. فبإذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس متشوفوا لايك حلو زيكم وكمان الاشتراك. اول حاجه معايا كده كوبايه من السكر، هنزل عليها بربع كوبايه من الميه. هبدا اقلبهم بقى كده مع بعض على نار متوسطه لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي الفاتح ده، وبعد كده هبدا انزل بكيلو من اللبن. اهم حاجه بس وانا بنزل كده باللبن ان انا اهدي النار. هبدا بقى كده اقلب لحد بقى ما الاقي كده الكراميل داب معايا مره تانية. طب بعد كده طبعا بعد ما الكراميل داب معايا هبدا انزل بمعلقه كبيره من القهوه اللي هي سريعه الذوبان. بعد ما الاقي بقى كده الخليط بقى بدأ ان هو يغلي معايا، هبدأ ان انا انزل عليه بحوالي كده 3 معالق كبار من النشا مدوباهم في فنجان من المية. هذا طبعا كده تدريجيا وهقلب طبعا. هبدأ بقى بس كده اهدي النار شوية وهسيب بقى كده المهلبية او البودنج عندي يغلي حوالي كده 3 4 غلوات، بحيث بس اضمن ان النشا تكون استوت كويس وطعمها ما يكونش باين. بعد كده احضر عندي بسكوت سادة اي طبعا نوع بتحبيه او اولادك بيحبوه. هبدأ طبعا اكسره، ممكن كمان تستبدلي البسكوت دوت لو عندك يعني بسكوت مثلا من العيد باقي متبقي عندك يعني، فتقدري طبعا تستخدمي. هبدأ بقى كده احط البسكوت عندي طبعا في الكاسات، وبعد كده هبدأ انزل بقى كده بالبودنج بتاعي. عايزة اقول لكم ان كمية البودنج اللي عملتها عملت معايا 6 كاسات، وكمان زائد كمان كاسين يعني 8 كاسات. يعني بصي زي ما قلت لكم كده، عازمة بقى قرايبك عازمة اصحابك، يعني بقى ايه الكاسات بتاعت النهارده او البودنج بتاع النهارده هيكفي وهيوفي. طب بعد كده هبدأ ان انا ازين بقى كده بشوية من المكسرات، طبعا اي نوع مكسرات طبعا انت حباه، وكمان هزين بشوية من الورد. عايزة اقول لكم بس ان طريقة النهاردة حلوة جدا جدا. البودنج القهوة مع البسكوت لايقين جدا جدا مع بعض، وخاصة بعد ما بنحطه طبعا في التلاجة ويسقع. يعني بصوا حاجة بقى كده لايقة جدا جدا على سهرة الخميس، هيعجب جدا اولادك، هيعجب جدا جدا ضيوفك. فبإذن الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الطريقة متنسوش بقى لايك حلو زيكم كمان الاشتراك، واعملوا مشاركة كتير عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.